زيرا زملكاوي 100%. اللاعب وقع للزمالك 3 مواسم والزمالك حطه على نظام التي ام اس، خلاص تم قيد اللاعب في قائمة نادي الزمالك للموسم الجديد. النادي الأوكراني خد 600,000 دولار والزمالك هيدي اللاعب 300,000 دولار في الموسم. اللاعب كان بيلعب في نادي الكسندريا الأوكراني. ميزة اللعيب ده ان هو رجليه في الملعب زي ما بيقولوا. كان لسه بيلعب مباراة من كام يوم في الدوري الأوروبي، هحط لكم ملخصات أو ملخص لعبه في المباراة الأخيرة، لعب شوط كامل. فدي ميزة كبيرة ان لعيب جاهز، هينزل هيخش القايمة يلا على الماتش أنا جاهز وهلعب. لعيب نفس بروفايل تيدي أوكو، نفس الناس كانت فرحانة بتيدي أوكو، ده نفس بروفايل تيدي أوكو، أصغر سنا وأعلى في القيمة التسويقية ومهاريا أعلى. مهاريا أعلى، لعيب كويس، لعيب برازيلي، لعيب هايل جدا. اتحط من ضمن افضل المواهب اللي موجوده الموسم اللي فات، محطوط في قوائم مع لعيبه كبيره واسامي تقيله جدا جدا جدا، من ضمن المواهب الموجوده اللي عامله مستوى ممتاز رقميا. احنا مش بنضخم في حد ولا بتاع، هو لعيب كويس، لعيب مبشر، الناس كلها بتتكلم عليه بشكل جيد جدا. جناح ممتاز للزمالك، صغير في السن زي ما قلت لكم، عنده 22 سنه، برازيلي واسمر ورقصه صامبا. ان شاء الله ينجح مع الزمالك. لعيب في مسيرته عنده ما يقرب من 58 مباراه لعب، 58 مباراة، عنده 20 مساهمة هدفية، 10 أهداف و10 أسيست. لعيب مميز وإن شاء الله ينجح مع الزمالك بشكل كبير جدا. أنت بتنزل بالأعمار، لعيب كويس، لعيب مبشر، تستفاد بيه فنيا وممكن مع الوقت تقدر تسوقه وتكسب في فلوس كتير جدا جدا جدا. لعيب واقف عليك تقريبا ب 900,000 دولار حاجة زي كده. أنت كنت قبل كده رحت جبت لعيب زي مشلاك اللي انضم الفرقة في اليونان ب 300,000 دولار وأنت كنت بتديله 700,000 دولار، متخيل؟ زي ما قلت لك لعيب جاهز، لعيب كويس، لعيب جاي جاهز ولعيب جاي واقف على رجله. الناس طبعا مشيت، الناس طبعا كانت متعشمه في اسامي كبيره. الناس تفتكر هنا من كام يوم قلت لكم في حاجه اسمها ماتيوس، لما عملت فيديو الناس قالت لي لا وازاي وبتاع، بس ما كانش في ماتيوس اصلا. الناس بتبيع لك وهم وبتبيع لك ارقام وبتبيع لك اسامي، لكن الزمالك كان متارجت على هذا اللعيب. ان شاء الله ينجح مع الزمالك ويقدم موسم ممتاز ويشتغل معانا بشكل جيد. لعيب مهاري، واللعيبه المهاريه بتنجح مع نادي الزمالك بشكل كبير جدا جدا. بالتوفيق لبزيرة مع الزمالك، وان شاء الله يبقى لعيب صفقه الموسم. شيكو بانزا وبزيرة وعدي الدباغ قدام، ونص الملعب نعمل توليفه مميزه، وان شاء الله الدنيا تمشي على خير. ويا رب حامد حمدان نجيب باك يمين قبل نهايه الانتقالات. كان في كلام على مصطفى سعد ميسي كده يبقى موجود كبديل في الزمالك، لكن الصفقه مش حقيقيه ومش اللعيب اتعرض قبل كده، لكن الزمالك ما كانش اصلا مقدم عرض رسمي لمصطفى سعد ميسي. ما كناش هنأيد بزيرة الا بعد خروج الجيفالي، والجيفالي فعلا بيخرج نادي ابها السعودي. الزمالك بيكسب 200,000 دولار من صفقه الجيفالي اعاره موسم، وفي احقيه الشراء ب 800,000 دولار في اخر الموسم لو ابها قرر يتعاقد مع اللاعب. ربنا يوفق الجيفالي هناك في تونس، ولو في خير يرجع لنا تاني. لو الامور مش احسن حاجه نكسب 800,000 دولار والامور تعدي على خير. بالتوفيق للزمالك، وان شاء الله صفقه مهمه وصفقه بروميسنج جدا جدا للزمالك، وباذن الله يكون صفقه الموسم. عتاب صغير لبعض من جماهير الزمالك. جمهور الزمالك اول ما بيسمع الزمالك هيتعاقد مع لعيب بيطلع فيه القطط الفاطسه، ممكن يكون اصلا ما يعرفوش، اول مره يشوف، اول مره يسمع عنه. هتلاقيه يقول لك ده لعيب تعبان، ده لعيب واقع، ده لعيب كسر، اللعيب ده مش هينفع معاه، اصل فلان احسن منه. يا عم انت شفته، انت تعرفه، اتفرجت عليه في الملعب. الملعب هو الفيصل بينك وبينه وبين اي حد. هحط لكم فيديو لملخص بزيرة، وان شاء الله في اخر مباراه لعبها، وان شاء الله يبقى عامل معانا شغل كبير باذن الله. توفيق ان شاء الله يا رب. Початок матчу. М'яч в Олександрії. Безера на правому фланзі. Безера намагається. І ми очікували насправді, що українська команда ще не все сказала у першому матчі. Момент! Відповідь Олександрії. Навіть в меншості Олександрія зараз здаватися не буде. Безера. Передача на Скорка. Хороший. Шостак. Виборює зараз м'яч Безера. Безера прокидає собі на хід. Ще якось за інерцією продовжили атакувати наші гравці. А от після другого голу зараз є шанс. Треба забивати ж нарешті! Першу таку атаку намагається організувати Олександрія. Безера. Діка відкривається на лівому фланзі. Безера. Знову порушення проти Безера. Безера. Знову двох обігрує. Безера. Поміщується в центр.
Хороше переведення. Безера. Безера знову обігрує. Знову обігрує гравців Партизана. Безера від трьох пішов. Безера! А зрозуміло, що повторити той успіх буде вкрай складно для Олександрії. Але хоча б втриматися десь на вершині турнірної таблиці. Знову в боротьбі змушений передачу віддавати. Безера. Безера зміщується в центр. Обігрується з Жотою. Безера! Жот! Навіс з лівої ноги. Безера. Безера. Можна обігрувати. Безера. Безера пробиє. Удар по воротах. Мілошевич.